السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم هذا إليكم في مقطع جديد. سلام. اليوم إن شاء الله راح نقول لكم أنواع السواقين في البلد، حتى لو ما حد يسوق. السواقين في البلد، أول واحد معانا فهو فهو السواق المحترف. السواق المحترف لولا عشان اسمه سواق دامه أكيد ينشب فيك ليل نهار، ويقعد يقول لك ويتعلم فيك ليل ونهار كل هذا عشان تعبه وشقاوة عرق جبينه. أما ثاني واحد معانا فهو المفحط، لا سمح الله. المفحط كل شوي يجيب معه خوياه، سواء كان 4 ولا 5، أنا ما أذكر بالضبط تحديدا. ويجيب لك معه لب، أقصد حب حمضيات وفصفص، هذا اللي حنا فيه بالضبط. ويجيب ويفحط في كل مكان، حتى لو ما في رجال امن وضباط وعسكريين ما يفحط بكل ما يقوم فيه بالتعب والشقاء وعرق الجبين. اما ثالث واحد معانا وهو تعيس الحظ عندنا، فهو اللي يسوق وخلص عليه البنزين فجأة. كأنني سمعت هذا النوع الجديد من الناس، بس الظاهر انه البعض يزعل واللي ما يسور حاله ويقول لك وإذا خلص البنزين، أنا لو كنت مكانكم وإذا خلص البنزين عندي ودي أقول يلا سهلة تمشي الحال. ويجيب لك خبير بنزين مختص عنده، سواء كان هندي ولا بنغالي ولا جنسيته غير عن الجنسية السعودية. بما أنه سؤالنا بالضبط هو عشان التحديد، لولا عشان السواقة ولا عشان بس اللي متفائل بس ولا في شغل ثاني. المفروض أي واحد في البلد ما يساوي قضية واحدة فقط. لولا عشان العيال كنت بس أشوف القوة والإجبار والتنفيذ والتصوير. أما رابع واحد معانا وهو السائق العصبي. تلاقي لك طول النهار قاعد يصارخ ويشمت ويسب ويذم ويشتم ويلعن بكل ما يقول به اللسان على منذ أمام الحالة، والله حالة وقاعد يدق بوري على الناس اللي عنده بما أنه آثار. هذا الشيء جدا غلط وجدا خطأ، لأنه يثير غضب الناس اللي يسوقون عنده. والله لولا أنا بس أقول لك حاجتين، يا إما تسوق وتروح تختصر لك طريق ممتاز، يا إما تشوف الطريق اللي عنده وانت لازم تحدد نفسك. الناس اللي
مجهزين العرس وكلهم على قد الحال. لا والله يبيله سنة يلا عشان يخلص. نص والدتي نمبر 1. أما خامس واحد معانا فهو الرجل الهادئ. أما فالذي ليس عصبي فإنه يقوم بالجلوس على سيارة هادئة ويقوم بالاقتصاد والبحر وبدون أي مواصفات بكل ما يرضى الله ويرضيه. فجأة يقوم يشغل لك أغاني. ايش أغاني ايه يا ابو أغاني ايش؟ عشان حتى السنتين الجيل كذا. والله لو ما اشوف النوع ذا من الحمير اللي مشغلين اغاني غير مشغلين ام كلثوم ومشغلين ناس عجم. ناس وش قصدكم في كلمة ناسي؟ عكسوا كلمة ناسي. وش تظهر طال عمركم أثناني؟ يعني ويشو؟ يعني أشغل طيور الجنة ولا ويشو؟ أقسم بالله إنه هذا الشيء ذكرني بواحد اسمه فليكس الدوسري. فليكس ده يدخل في أي الأشياء الغير معتمدة بأفكاره ما تخلص. ولولا عشان أفكار خلصت يمكن بس اللي يشوفونه. هذا اللي حنا فيه بالضبط. وأما ما سادس واحد معانا فهو تعيس الحظ، وهو الذي يقوم بالتأكد من كبوت السيارة. أنت حتى سنتين ما جددت، حتى سنتين يا أخي تشيك على كبوت السيارة ليه؟ وتفتح الكبوت تلاقي في عندك أشياء تخص السيارة، وإذا شيء واحد بس يخص السيارة هو الخربان يمديك تصالحه، أو تلاقي لك ولي أمر مثل أخوك أو أبوك هو الذي يقوم بتصليح السيارة بنفسه. حتى سنتين ما أعلق الكبوت. أنا عندي حل. شلون السيارة كانت تموت عادي؟ خذ السيارة، استأذن من أولياء الأمور من ولي أمرك عشان تاخذ سيارته وما تصدم بها. لو صدمت بها ولي الأمر يسوي لك كباب مشوي يضحي فيك بعيد الأضحى المبارك. حتى ولو يشغل لك باب الحارة. أما ما آخر واحد معانا أو يمكن سابع واحد معانا، ثامن واحد معانا، فهو اللي مهموم وحالته حالة وما ادري وش يروحون. يروح وياخذ أولاده معه مشاوير. ايه يا ابو مشاوير ايش انت حتى ما جربت حتى الكبسة تجربها من سنة وقدام، من اليوم وغدا وكل ما تشتهي به الأنفس. ما دام انه في كبسة عندك قول انا بس بجرب الكبسة وادعيلي، لكن بدون ما تشوف اي
كلام فاضي. لو تبون تصلحون منسف يسمى منسف أردني أو حتى طعمية مصرية، فلافل أسميه طعمية سعودي. ايش رايكم؟ وبس، وكل شيء قسمه ونصيب. أما تاسع واحد فهو، أما عاشر واحد هو اللي ما أدري وش، والله العظيم ما أدري وش في بلا ولا في يسوق السيارة وشغلته يخلص الأكسجين عليكم. انت حتى الأكسجين ما خلصته. خير الأكسجين حقنا وش بلاك تخلصوا علينا؟ ترى ما عندنا باراك أوباما ولا نانسي عجرم ولا كلام فاضي. نو. المهم خليك، كل إنسان سيبقى نفسه. والله انه يسوق السيارة وما ادري وش ويميل. المشكلة الأكبر انه يميل السيارة، يميلها لدرجة انه بالربع بس. اذا تبي تفحط ترفع السيارة تميلها بزاوية شوي بس، تميلها شوي. اما اذا ميلته بنسبة 100% تنقلب السيارة يا حبيبي وتدفع الثمن. والثمن انك تصلح الربع ما يتعدى المليون ريال ولا 100,000 ولا كم من الريال اللي يكفيك عشان تصلح السيارة. وبس، كان انا معكم بتولي. حط لايك اذا عجبكم هذا المقطع، حط لايك واشتراك وتفعيل زر الجرس يصلكم كل جديد. واذا ما عجبكم برضو نفس الشيء، حطوا لايك واشتراك وتفعيل زر الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.